السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هعمل معاكم فيديو مختلف شوية. دي مشتريات كده نزلت انا وماما جبناها، فيها حاجات طبعا بنبقى احنا محتاجينها في البيت ضرورية في ساعتها، وفي حاجات احنا متعودين بنجيبها يعني بتكفينا فترة طويلة، ممكن تقعد معانا بتاع حوالي 3 4 شهور كمان. من ضمن الحاجات بصراحة اللي بتوفر معانا اللي احنا متعودين بنجيبها شكارة الرز دي شكارة 25 كيلو. احنا متعودين مثلا بنجيب كل كام شهر بنجيب شكارة، بتقعد معانا بصراحة فترة وبتوفر علينا كتير. هنا برضو دي صفيحة سمنة، دي المفروض انها 5 كيلو بس هي صافي 4 كيلو وربع. دي احنا جايبينها ب350 جنيه. برضو بصراحة من ضمن الحاجات الموفرة جدا، عن لما تجيبي علبة 2 كيلو ما بتكملش معاكي الشهر لان هي اصلا مش 2 كيلو. هنا برضو دي شوية مكرونات كده، يعني كان البيت عندنا فيه نواقص، بنجيب برضو المكرونة. هنا عندنا نصاص لان احنا طبعا عددنا مش كبير، فجبنا طبعا تشكيلة كده مكرونات من عند العطار. جبنا برضو هنا 2 كيلو دقيق، ده برضو بنستخدمه نعمل منه معجنات، بنستخدمه في اي حاجة يعني بنبقى محتاجينها. الفول ده برضو ماما بتحب تدمسه في البيت، وجبنا عدس بجبة عشان هعمل كشري معاكم. وجبت ده فريك. طبعا هنا احنا كان عندنا في التلاجة فراخ، فكان ناقصنا لحمة، فدول جبنا 2 كيلو لحمة. دول بنجيبهم من صاص يعني على قدنا، على قد الوجبة اللي بنطلعها يعني وكده، لان زي ما قلت لكم ان احنا عددنا مش كبير. فهنا انا جايبة 4 تنصاص، دول 2 كيلو. ودي طبعا ماسورة بنخلي الجزار يديها لنا مع اللحمة بنشتريها. بتدي بصراحة الشوربة طعم حلو قوي. طبعا لقينا سمك جبناه، برضو ده الراجل منضفه، انا يا دوبك بس هشطفه واحطه في الفريزر. هنا بقى طبعا ما كناش محتاجين الا ليمون، فجبت طبعا الليمون رخيص جدا ب8 جنيه، ده نص كيلو ب4 جنيه. البتنجان ده برضو جبناه، قلنا ممكن نحشيه في اي يوم، يعني بنجيب حاجات عشان ما احنا مش بننزل السوق كل يوم يعني. هنا برضو ده اناناس، ودي بطاطس صغيرة، احنا جبنا الحجم ده عشان هنحشيها، وكمان احنا بنحب نسلقها ونحمرها زي ما هي كده. وطبعا البطاطا، طبعا دي انا مش بقول انها مشتريات شهر، لا احنا متعودين السمنة والرز دي احنا بنجيبها كل كام شهر، بصراحة بتوفر علينا كتير، يعني ممكن نقعد بال4 5 شهور كمان ما نجيبش رز. فبالتالي بحق الرز كل شهر بنجيب حاجات تانية نكون احنا محتاجينها. فبصراحة دي يعني بالنسبة لنا مش شرط الكل يعمل زينا يعني. وطبعا الحاجات دي بقى بتبقى في البيت لما بتخلص. اللحمة ممكن تقعد معانا الشهر طبعا، مع سمك مع فراخ، او ممكن ال2 كيلو لحمة دول ممكن يقعدوا معانا الشهر، لان احنا بنحب الفراخ اكتر بصراحة. وهنا ايه تاني بس، والدقيق بقى طبعا والحاجات دي على قد الاستعمال. هنا بقى طبعا صفيحة السمنة دي هي اساسا 4 كيلو وربع زي ما قلت لكم. احنا جايبينها ب350 جنيه، طبعا هي اوفر من العلبة ال2 كيلو، لان العلبة ال2 كيلو ما بتبقاش 2 كاملين، وكمان ممكن ما بتكملش الشهر معانا. فدي طبعا من ضمن الحاجات اللي بتوفر معانا. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان يكون فيديو بسيط وخفيف كده ان شاء الله. وتعالوا بقى اوريكم هنعمل غدا ايه النهارده. هنا بقى طبعا زي ما انتوا شايفين، قلت بقى بعد ما جبنا بقى المشتريات بقى كده وغسلنا اللي غسلناه وشلنا اللي شلناه، قلنا بقى ان احنا النهارده هعمل كشري. طبعا انا هنا جايبه معايا ده نص كيلو مكرونه مشكله، انا وريتها لكم في المشتريات من شويه، دي يعني كانت موجوده من ضمن المشتريات. بس طبعا ما كانش فيه سباكيتي، كنا فاكرين ان احنا عندنا في البيت، بس لما روحنا ما لقينا السباكيتي كانت خلصانه. دي نص كوباية عدس بجبة، غسلتها ونقعتها. وده حوالي مج بإيد كده من بتاع الشاي رز، غسلته وحطيته في الصفاية دي. وطبعا دي مقدار كوباية شعرية، وده البصل. طبعا انا النهاردة هعمل معاكم الكشري على طريقة ماما، يعني ماما بتحب دايما تعمله بالطريقة دي. طبعا هجيب اول حاجة حلة، احط فيها كمية مناسبة كده من الزيت، وهنزل بيه البصل. كنت مقطعاه قطع صغيرة مش صغيرة قوي يعني، هي كانت حلقات بس كنت مقطعاها زي 4 تربع يعني. هنا بقى طبعا هبدأ ان انا اقلب البصل كده الاول. طبعا في البداية كنت مهديه البوتاجاز، بعد كده لما يبدأ بقى البصل ان هو بقى يدبل، هبدأ بقى ان انا ايه اعلي يعني البوتاجاز بالتدريج وكده. علشان كده اول ما حطيت البصل ما كانش الزيت كان حامي قوي، لان انا كنت مهديه البوتاجاز بصراحة.
هنا بقى طبعا هبدأ طبعا انا احمر البصل الاول لحد ما ياخد كده لون بني يعني شوية، لان انتوا عارفين ان البصل بتاع الكشري لازم يكون غامق شوية. طبعا احنا مش هنحرقه، بس على الاقل يكون لونه بني يعني. هنا بقى طبعا وانا بحمر البصلة بحب احط عليها كده زي ربع معلقة ملح. طبعا لما بنعمل التركة دي بتخلي البصل يقرمش، ما بيبقاش طالع دبلان معانا ولا طري ولا يشرب زيت كمان. في ناس طبعا بيحبوا يحطوا على البصل دقيق او نشا، برضو براحتك، بس انا بحب احط الايه الملح، ده بيديني نتيجة افضل يعني من الدقيق والنشا. هنا بقى طبعا البصلة هنا بقى خلاص كانت بدأت ان هي خلاص كده تحمر. هرجع ان انا هدي البوتاجاز تاني مرة تانية علشان ما يتحرقش معايا قوي، يا اما تفضل ايديكي تقلب فيه كتير علشان ما تبقاش واحدة محروقة وواحدة نية. طبعا احنا مش عايزين نحرقه، يعني احنا مش هنخليه اسمر قوي علشان ما يمررش معانا. هنا بقى طبعا خلاص كده بدأت ان انا حمرت البصلة وشلت طبعا الحلة من على النار لحد ما اصفي البصل خالص من الزيت، وخليت حبة زيت من بتوع البصلة هعمل بيهم الصلصة. وده بقى بقية الزيت معانا. هبدأ بقى ان انا انزل بالشعرية. دي كوباية شعرية صغيرة مش كبيرة، هبدأ ان انا احمرها الاول مكان الزيت بتاع البصل. طبعا احنا لما بنيجي نعمل الكشري ماما بتحب تعمل الشعرية على العدس على الرز في حلة واحدة، يعني هو ده مشابه لكشري الحلة الواحدة، بس مش حلة واحدة، هم على حلتين لان اساسا انا ما بنحبش نحط المكرونة عليه. المكرونة بصراحة يا اما بتعجن، لو الكشري برد بتحس ان كله ماسك في بعضه كده، فبيبقى الموضوع يعني بصراحة ما حبيناهوش. انا عملت كشري الحلة الواحدة ده بصراحة مرتين. مرة عملتها بمكرونة الملكة، قلت يمكن العيب في المكرونة السايبة ولا حاجة، برضو اداني نفس النتيجة. بمجرد الكشري لما بيبرد بنلاقي المكرونة مسكت في قلب الرز، فما عجبنيش بصراحة الخطوة دي. فبنعمل احنا ال اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، بنعمل الشعرية على العدس على الرز في حلة، وبسلق المكرونة لوحدها، وبرده بيعتبر يعني زي كشري الحلة الواحدة بالظبط يعني، بس دول على حلتين. فهنا بقى طبعا هنزل بقى بكوباية العدس دي او نص كوباية العدس. طبعا انا كنت نقعاها قبلها بساعة علشان العدس بياخد سوا شوية، فلازم نبقى نقعينه قبلها بفترة يعني. هنا بقى طبعا هبدأ ان انا اشوحهم بقى الاتنين كده في قلب بعض، وبعد كده هنزل بيه الرز طبعا بعد ما غسلته كويس. طبعا انا وريتكم من شويه شكاره الرز اللي احنا جبناها في المشتريات. عايزه اقول لكم بقى على معلومه نسيت اقولها لكم. لما تكوني جايبه شكاره رز وهتقعد، طبعا ده بتقعد ممكن ما شاء الله، يعني هي موفره، ممكن تقعد معاكي بتاع 3 4 شهور ويمكن ازيد على حسب عدد افرادكم. حطي عليها ملح، يعني هاتي بتاع حوالي 5 6 اكياس ملح كده وحطيهم في قلب الشكاره، تضمني ان هو تقعد معاكي مهما تقعد ما شاء الله، ولا بتسوس ولا بيجرالها اي حاجه. احنا الطريقه دي بصراحه بنعملها بقالنا سنين، يعني احنا متعودين بنجيب كل كام شهر شكاره رز، بتوفر معانا بصراحه. هنا بقى طبعا خلاص بعد ما نزلت بالرز حطيت حبه كزبره وحبه كمون وحبه ملح. عايزه اقول لكم الكزبره والكمون بتخلي ريحه الكشري حلو جدا جدا، وبالذات بقى الرز. يعني طبعا ماما بتحب الرز بالطريقه دي لان ماما بتحب تاكل الرز ده من غير مكرونه اصلا، فبيبقى بصراحه طعمه حلو قوي. كمان العدس بقى لما بيستوي في قلب الرز ابو شعريه بيخلي طعمه جميل جدا. طبعا مش هحط لها ميه كتير، فانا حطيت يا دوبك بس غطيت الحله حاجات بسيطه كده عشان ما يعجنش معانا، وهو لو عايز بقى بعد كده اديله حبه صغيره. هنا بقى ما شاء الله بص اتشرب وطالع بفلفل، وعايزه اقول لكم ريحته كانت حلوه جدا. هنا بقى خلاص هبدأ بقى برضو اهدي عليه البوتاجاز وهبدأ بقى ان اعمل الصلصة. طبعا هاخد حبة الزيت بتاع البصل، هحطه طبعا في حلة صغيرة، او عايزة تعملي في طاسة براحتك، طبق صغير ألمونيا اي حاجة، احنا بكل واحد بيعمل على حسب الامكانيات وعلى حسب عدد الافراد اللي عنده. هنا بقى هاخد حبة من البصل ده وهبدأ ان انا اكسرهم كده بايديا. مش عايزة تعملي الخطوة دي ممكن تعمليها بالكبة، ممكن تعمليها في المطحنة، بس انا لما لقيت البصل يعني مش مستاهل، وانتوا عارفين انها كسولة في حوار ان انا انزل كبة او مطحنة او كده، فبقى اسهل حاجة قدامي بشتغل بيها بصراحة. هنا بقى كسرت البصل زي ما انتوا شايفين، هبدأ بقى ان انا احطه على الصلصة، وهتبل بقى الصلصة برضو ملح وكزبرة وكمون. يعني وصفة الكشري النهاردة كلها
هي عبارة عن ملح وكمون وكزبرة بس، والله ريحته كانت جميلة جدا، والكزبرة الناشفة بالذات بتخلي ريحته حلوة قوي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الصلصة طالعة جميلة ولونها خدت كمان لون حلو قوي. هنا برضو كنت جبت حلة حطيت فيها ملح وشوية زيت ومية، وهسلق بقى فيها المكرونة. هنا بقى خلاص كنت حطيت بقى المكرونة يا دوبك بس 10 دقايق كده وهطفي عليها. بعد بقى ما صفيت المكرونة هجيب حلة فيها شوية زيت، ولو عندك زيت بقيت بصل برضو يديها طعم تحفة، بس انا الزيت بتاع البصل اللي دوبك عملت بيه الرز والصلصة. هبدأ بقى ان انا اشوح المكرونة في قلب الزيت كده بتاعها، عشان طبعا المكرونة ما تفكش معانا. المكرونة لو سبتيها هتلزق وهتضطر انك تشطفيها، هتبقى مش حلوة ومبشننة وطعمها مش حلو. فعلى ايه؟ لا كده احسن، بنصفيها ونعملها في شوية زيت بتفضل بصراحة مفلفلة معاكي يعني حتى لو بردت. هنا بقى كان معايا 4 فصوص توم حلوين كده مع قرن شطة حراق، هنزل عليهم بربع كوباية من الخل وكوباية مية وعصرة ليمونة، نص ليمونة بالظبط. وهبدأ بقى اعمل دقة الخل يعني. هقول لكم على حاجة، لو انت حابة بعد ما تعملي الخلطة دي تغليها غلوة واحدة على النار برضو براحتك. في ناس ما بيحبوش الخل على البارد، بيحبوا يغلوه، فدي اختياري. انا جربت ده وجربت ده، جربت ان انا اعمله على البارد وجربت ان انا بعد ما اعمله على البارد اديله غلوة على النار. بس النهارده ماما كانت عايزة الخل على البارد، ما كانتش عايزاني اغليه. فبراحتك يعني الطريقتين حلوين جدا. هنا بقى طبعا حطيت شوية كزبرة برضو وشوية ملح وكمون. هقلب بقى طبعا اللي هي الدقة يعني، وهركنها بقى على جنب. واروح بقى اعمل الشطة بتاع شطة الزيت يعني. هنا بقى هجيب طاسة فيها حبة زيت، طبعا لو انت حابة تزودي زيت عن كده براحتك. هحط بقى مقدار معلقة كبيرة من معالق الاكل شطة، طبعا كنت متوصية شوية عشان انا بحب الشطة جدا. هبدأ بقى، بصي خدي بالك من الحركة دي، لو انت عايزة الدقة زي بتاعة المحل بالظبط اعملي الخطوة دي، بس اوعي تعلي البوتاجاز، واوعي تسيبي الشطة تتشوح في الزيت فترة طويلة، هتتحرق معاكي ما بتستحملش. يعني انا اقل من نص دقيقة يا دوبك قلبتها تقلبتين نزلت عليها بقطعة من القوطة وفلفل حراق احمر. هبدأ بقى ان انا اشوحهم بس كده، لان الشطه ما بتستحملش، لو غمقت معاكي هتمرر وهتديكي طعم وريحه مش حلوه. فدي بالذات ما بتستحملش خالص، ودي طبعا شطه المحلات يعني، دي طريقه اصلا اللي هما بيعملوها في محلات الكشري. طبعا هما بيحطوا صلصه، انا ما حبيتش احط صلصه، زودت نص كوبايه ميه. طب انا ليه زودت نص كوبايه ميه وما حطيتش صلصه؟ عشان لما باجي انا بحب احط شطه كتير على الكشري، شطه مع صلصه بحس ان الطبق غامق قوي، قاعده في طبق طبيخ كده فما بصراحه ما حبيتش بقى ان أنا احط صلصه عشان ما يبقاش كله غامق يعني. فحطيت ميه بس براحتك بقى. هنا بقى طبعا خلاص كده المكرونه كده خلصت معانا. وهنا بقى الرز كنت خلاص طفيت عليه، عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله طعمه جميل وريحته حلوه جدا، تقدري تعمليه لوحده من غير كشري. هنا بقى طبعا دي الصلصة، برضو هنا كنت طفيت عليها خلاص. ومعايا هنا بقى ده البصل، ودي بقى الدقة اللي انا عملتها دقة الشطة، وهنا برضو دقة الخل. وهبدأ بقى ان انا اغرف وهوريكم الشكل النهائي. وده طبعا يعني فيديو خفيف واكل خفيف، طبعا انتوا عارفين اليوم اللي بنخرج فيه نروح السوق او نشتري طلبات بيبقى طبعا يوم مجهد، فاحنا النهارده حبينا بقى بعد اليوم المتعب ده ان احنا ايه، نعمل اكله سريعه كده. ده طبعا الشكل النهائي. اتمنى بقى الفيديو لو عجبكم النهارده، اتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.